تعلم الإنجليزي النهاردة ما بقاش رفاهية، ده بقى زي الأكل والشرب. عايز تشتغل تاخد كورس، حتى لو ناوي تسافر أو تفتح بيزنس هتلاقي الإنجليزي اللي واقف قدامك. دلوقتي اللي معرفش الإنجليزي بيقفل على نفسه أبواب كتيرة جدا. الموضوع مش إن اللغة صعبة، الموضوع إنك لسه ملقتش الطريقة اللي تخليك تتعلم صح وتستمر. في الفيديو ده هقولك على طريقة بسيطة لو اتبعتها هتلاقي الفرق خلال شهر. أول حاجة كورس الجامعة الأمريكية من أهم الكورسات اللي لازم تبدأ بيها، محتوى مجاني وموجود على اليوتيوب، وكمان الفيديوهات كلها موجودة من مستوى beginner لحد مستوى advanced. الفيديوهات عبارة ان هو بيشرح لك الجمل اللي المفروض احنا بنستخدمها يوميا، وكمان في قواعد وبيشرح لك بالتفصيل، وفي آخر كل فيديو مقطع من الفيلم، فدي حاجة جميلة جدا. كل ما عليك هتدخل على يوتيوب وتكتب English for you هتلاقي القناة ظاهرة قدامك وفيها كل المستوى. لو عايز تكتفي بالقدر ده تمام، لكن في شوية حاجات كمان لو انت عملتها هتفرق معاك جدا وهتودي مستواك في حتة تانية. أول حاجة لازم تكون عارف ايه المهارات اللي أنا محتاج أدورها. عندي 4 مهارات: الليسننج والرايتنج والسبيكنج والريدنج. أول حاجة نبدأ بيها الليسننج ومعاه الشادوينج. طب يعني ايه الشادوينج؟ الشادوينج عبارة عن ان انت بتمسك كل مقطع من الفيديو وبتعيده كذا مرة لحد ما تتقنه بنفس الطريقة. كل ما عليك هتدخل على قناة انجلش شادوينج، من أفضل القنوات اللي أنا بفضلها الصراحة، لأن السبتايتلز بتاعتها بتكون واضحة، فبالتالي انت بتعرف تعمل شادوينج معاها كويس جدا، وهتطلع من الفيديو كل الكلمات اللي انت مش عارفها وتخليها في نوت لوحدها. وبعدين نيجي لتاني مهارة وهي الرايتنج. هتدخل على شات جي بي تي وتكتب له الكلمات اللي انت مش عارفها وتقول له make sentences from these words to understand the meaning. هيكتب لك كل المعنى بتاعتها في جمل تقدر ان انت تفهمها لنفسك بالانجلش مش بالعربي، علشان الكلمات ما ننساهاش. وبعدين تمسك الكلمات دي بعد ما تفهمها كويس جدا وتبدأ ان انت تعمل جمل من دماغك لوحدك. ونيجي على تالت سكيل عندنا وهي السبيكنج. هتيجي بالليل كل يوم قبل ما تنام تدخل على شات جي بي تي وتسجل له ريكورد حلو قوي كده بكل اليوميات اللي حصلت معاك طول اليوم، بالانجلش طبعا، ما تتكلمش ولا كلمه عربي. طب تمام، وبعد كده تقول له صحح لي الاخطاء وفهمني الاخطاء دي بتاعت ايه. هيبدا ان هو يشرح لك كل الاخطاء اللي عندك سواء كانت جرامر او تكوين للجمل وكل حاجه انت المفروض تكون عارفها. هنيجي على اخر سكيل عندنا وهي الريدنج. هتدخل على جوجل بلاي تنزل منه تطبيق استوريا، وهتدخل تعمل تسجيل دخول، وهتلاقي ان هو بيديك زي اختبار بسيط كده في الاول عشان يحدد مستواك، وبعدين هيبدأ ان هو يديك زي قصص كده على قد المستوى بتاعك. وكمان ميزته ان هو اي كلمة انت مش عارفها بيعرفك النطق بتاعها، حتى لو كذا جملة مع بعض مفيش مشكلة، بيعرفك النطق بتاعها جدا. وبس كده، لو استمريت على الموضوع ده لمدة شهر كامل هتلاقي مستواك في حتة تانية بإذن الله. بس أهم حاجة الاستمرار. ولو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير علشان غيرك يستفيد، واستنى الفيديو الجاي.